السلام عليكم يا تيتا. كنت بتكلمي مين يا تيتا؟ عليكم السلام ورحمة الله. تعالي يا حبيبتي احكي لك كنت بكلم مين. طلبتني واحدة وبتحكي لي حكايتها وبتقولي اعمل ايه. تعمل ايه في ايه يا تيتا؟ هقول لك يا حبيبتي، هي متجوزة وجوزها كان راجل كويس معاها ومع الولاد، كانوا كويسين خالص، يستنوا بعض وقت الاكل وياكلوا سوا وكل حاجة مع بعض ويخرجوا يتفسحوا مع بعض ومبسوطين جدا يعني، لغاية ما في يوم من الأيام لقيته بدأ يتغير خالص، يسيبهم ويمسك التليفون ويقعد بيه في البلكونة، يسيبهم ويمسك التليفون ويقعد بيه في الأوضة وهكذا، ويبعد عنهم خالص. فبدأت تعمل ايه؟ تقول له ما تقعد معانا شوية، احنا لينا حق عليك، اقعد اتكلم معانا، اقعد قول لنا اي حاجة، نقول حاجة، نضحك مع بعض زي زمان. يقول لها لا انا مش فاضي، انا عايزة اتكلم مع حد في التليفون، يعني ده كله شغل كله شغل. تقول له كله شغل يعني حتى في البيت، حتى طب ما هو الشغل ليه وقته. المهم فطبعا هي شكت فيه، فخلته في مره سايب تليفون وراحت بصه فيه، عرفت ان هو بيعاكس السكرتيره بتاعته او بيتكلم معاها يعني، بس كلام معاكسات. فكنت انا في مره كانت حصلت حاجه زي كده وقلت للست ما ايه، اعملي نفسك مش واخده بالك خالص علشان ما يبجحش فيك ويقول لك هو كده وكان عاجبك يعني. فهي خدت النصيحه دي، سمعتني في المره دي فخدت النصيحه دي وعملت بيها، فعملت كانها ما تعرفش حاجه خالص، وبدات بقى تغير من نفسها اكتر. هي كانت بتهتم بنفسها، بدات تهتم اكتر، بدات بقى تهتم بنفسها وبولادها اكتر، وتخليه كل ما يخش يكونوا هم قاعدين بيضحكوا مع بعض ومبسوطين وكده. فبدأ يقول لهم الله انتوا بتضحكوا على ايه، هو في ايه، طب ما تضحكوني معاكم. وبعدين قالت ما انا لو قلت له فعلا على رأيك هيبقى ايه بنظام هو كده، وان كان عاجبك او يبدأ بقى ايه يفكر في انه هو يتجوزها ويقسم الايام بيني وبينها والفلوس بيني وبينها والكلام ده كله، لا 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 لا، انا اعمل نفسي احسن مش عارفة حاجة. وبعدين بدأت طبعا تمسك التليفون من وقت للتاني وتعرف الشات بتاعهم رايح على فين، لغاية ما جه في يوم بيكلمها، راحت السكرتيرة بتاعته دي قالت له ايه، بكرة نسيك مراتك وعيالك وتبقى ليا انا لوحدي. فهو مش شخص من الاشخاص السهلة يعني، فقال لها انا ما حدش يعرف ينسيني مراتي وعيالي، انت ممكن تبقي الزوجة التانية بس انت ليكي وقتك وهم ليهم وقتهم. قالت له بكرة نشوف. المهم راح واتكلم مع باباها عشان خطوبة وكلام من ده كله انهم يتخطبوا، وفعلا اتخطبوا. وهي شافت فاتورة الذهب اللي جت، شافتها في المحفظة بتاعته، هي بدأت تدور وراه يعني. طبعا هو ده برضو بيجيب لها حاجات نفسية مش كويسة، بس اهو ده حصل. فالمهم عرفت ان هم اتخطبوا، خطبها بشبكة كبيرة جدا، يمكن اكبر من اللي هو جابها لها لما كانوا لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في حياتهم يعني. طبعا ده شيء ضايقها نفسيا، بس برضو عملت نفسها انها مش عارفة حاجة. وفي يوم من الايام بص لقاه جايب الشبكة دي وبيديها لها هي. فقالت له ايه ده؟ قال لها انا كنت هخطب واحدة وبعدين لقيتها اسلوبها وحش جدا، وكنا هنكتب الكتاب كمان، بصيت لقيتها عايزة تعمل مؤخر 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ راحت قالت له كده عشان ما تسيبنيش، عشان في يوم من الايام خليك تنسى مراتك وولادك وانا مصر على ده. فطبعا سابها، بس قبل ما يسيبها عمل معاها حيلة ان هو عاوز ياخد الشبكة ويجيب لها افضل منها ويجيبها لها اتقل وكلام من ده كله، وهي صدقت. فخد الشبكة وقال لها شكرا، كله بقى حاجة اسمه ونصيب، فجابها لي. فهي قعدت معاه وقالت له كنت بتعمل كده ليه؟ يعني انت كنت عايز تروح تربي ولاد غيرك؟ طب ما ترجع لجوزها الاولاني لو هي عايزه تتجوز. فانت كنت عايز تروح تربي ولاد غيرك وتسيب بيتك، كنت عايز تخرب بيتك. رد عليها رد غريب جدا، رد قال لها اصل انا كنت عايز اكسب فيها ثواب. فبتقول لي كل ما عايزه انسى الموضوع افتكر الكلمه دي ازعل قوي وابقى احس ان انا عايزه اعمله وحش واضايقه، فمش عارفه اعمل ايه. قلت لها ابدا، التجئي الى الله سبحانه وتعالى، واعرفي ان احنا كلنا بنغلط وكلنا بنعمل ذنوب. فالمفروض ان انت تعملي ايه بقى، تنسي خالص الموضوع ده وحاولي تتجهي للقرآن اكتر فينسيكي، وتعرفي ان في حب تاني، حب الله سبحانه وتعالى، الحب الاكبر. فهتلاقي نفسك ان انت عايشة دي التفاهات بتاعت الدنيا، فتنسي وتعيشي حياتك العادية وترجعي تضحكي وترجعي لبيتك تاني وترجعي لحياتك الطبيعية وتنسي الموضوع ده خالص. وهو حتى كمان اكيد السكرتيرة دي يا اما هيرفدها يا هيمشيها، يعني هيحصل اي حاجة. قالت لي فعلا ده حصل فعلا ومشاها فعلا. قلت لها خلاص بدل مشاها خلاص يبقى انتهى الموضوع، اعتبري نفسك لا افتكرتي حاجة ولا محتاجة، وربنا بعتلك الشبكة دي هدية. ألف مبروك عليك، وهب لها أنا والشفا عليها المقلب اللي خدته ده، عشان كانت عايزة تنسيه كمان أهل بيته.
يلا يا حبيبتي، كلها لحظات شيطانية، ربنا يكفينا شر. سلام عليكم.